بس المهم طعمه. تعالوا بقى ايه نكسر منها حته كده ونشوف. انا اول مره هدوق البطيخ الاصفر، وكمان جايباها بيبي، فايه اتمنى تطلع طعمها حلو. هزعل قوي لو طلعت وحشه، ممكن ارجعها للراجل مخصوص. ندوق مع بعض بقى. بسم الله. يا جماعه على فكره هي فعلا مسكره، مسكره بس مفيش اي فرق خالص في الطعم بينها وبين البطيخ الاحمر العادي. يعني مش عارفه، مفيش فرق خالص. انا قلت هيبقى فيه طعم مختلف كده، فيه هنت حاجه تانية غير البطيخ بتاعنا، لا هو البطيخ الاحمر. ف هاتوا بطيخه حمرا كبيره عادي، يعني على الاقل هتكفي العيله كلها وتاكلنا يومين ورا بعض جبنه وبطيخ. الكيلو انا جايبه الكيلو ب25 جنيه، يعني ما يعتبرش غالي، بس البطيخ الاحمر اللي احنا متعودين عليه. يعني المره الجايه هجيبه احمر مش هجيبه اصفر، بس هي تجربه حلوه مختلفه، يعني انا كنت عايزه اجربه وجربته بس. فشكرا لعمو اللي قال لي ان البطيخ الاصفر كله حلو، والله انت ما كذبتش. يلا سلام.